السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض معجنات القلب. زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا وكيوت كده، للناس اللي هي بتحب تعمل معجنات، او كمان للناس اللي اول مرة تعمل معجنات وخايفة. عايزة اقولك مفيش اسهل من المعجنات، بس احنا نمشي على شوية خطوات كده والنتيجة هتطلع معاكي بصراحة 100%، وهتعجبك جدا. زي ما انت شايفة كده التسوية حلوة من فوق ومن تحت مظبوطة، مفيش حاجة واخدة لون عن لون. كمان بالنسبة للطعم العجينة نفسها هشة وجميلة. فيديو سهل وسريع وجميل للناس اللي هي بتحب تعمل معجنات في البيت. ما تنسيش اللايك، خليكي معايا لاخر الفيديو ويلا بينا. عندي هنا نص كيلو من الدقيق، وطبعا لو عايزه تضاعفي الكميه هتضاعفي المقادير. بالنسبه للدقيق ونوعه، انا هنا عندي دقيق جميع الاغراض او دقيق مخبوزات، ما ينفعش يبقى دقيق كحك وبسكوت خالص. ضفت على نص كيلو دقيق نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وكمان ربع معلقه صغيره من الملح. قلبتهم بشكل كويس جدا. نيجي هنا بقى الماده السائله، عندي نص كوبايه او 100 مللي من اللبن ده يبقى عندي دافي. عندي هنا كمان كوبايه الا ربع من الميه برضو تبقى دافيه معايا، وشلت منها كده معلقتين احتجتهم او ما احتجتهمش، ده على حسب الدقيق ونوعه. هنا كمان ضفت معلقه من السكر ومعلقه من الخميره، معلقه كبيره، وبياض بيضه، وكمان معلقه كبيره من الخل. قلبتهم بشكل كويس جدا، وهنزل عندي بكميه الدقيق كلها كده دفعه واحده، واشوف لو انا هحتاج ميه او لا. انا عندي معلقتين شلتهم. بالنسبه لمقدار النهارده للسوائل، انا احتجت 250 مللي بالظبط، ما احتجتش اكتر من كده. يعني المعلقتين اللي انا شلتهم ضفتهم تاني، قلبت تقلبتين كده بالمعلقه، لكن الشغل كله هيبقى بايديا، احس العجينه اكتر محتاجه ميه او لا. وانا شغاله بقى في العجينه احتجت المعلقتين وضفتهم بالفعل زي ما قلنا ال 250 مللي كلهم، ولميت العجينه بالشكل ده. انا هنا هسيبها حوالي 10 دقايق تستريح، وبعد كده ارجع اعجن فيها من اول وجديد. المفروض ان انا بغطي العجينه ال 10 دقايق دول، يعني ما بسيبهاش مكشوفه. بعد ما عدى 10 دقايق ببتدي ان انا اشيلها من البوله واعجن على الرخامه زي اي فيديو معجنات. كل الفيديوهات بنشتغل فيها كده على اساس تتحكمي اكتر في العجينه. فردت العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونزلت عندي معلقه كبيره كده من الزبده بدرجه حراره المطبخ، على اساس تبقى سهله معايا كده في الفرد. زي ما انتوا شايفين، المفروض اول ما بنزل الزبده على العجينه شكل العجينه نفسه كده بيتلخبط خالص، وتبص تلاقيها العجينه فصلت من بعضها. ده طبيعي جدا على فكره، لكن مع العجن ومع الوقت هتبص تلاقي العجينه ابتدت انها تتقبل الزبده، وابتدت تبقى انعم واحسن بكتير. العجن هنا هيعتبر 4 أو 5 دقايق عشان كمان تاخدي نتيجه كويسه. عايزه اقولك ان الزبده من الحاجات اللي هي لما تضاف على العجينه بتخليها ناعمه اكتر، وبتخليها ليها طعم حلو قوي، وكمان الملمس بتاعها بيتغير خالص. زي ما انت شايفه بعد ما عدى كده حوالي الخمس دقايق هبتدي الم في العجينه. ابتدت تبقى معايا كويسه، ما زودتش ولا دقيق ولا ميه ولا اي حاجه تاني بعد الزبده. هسيبها هنا بقى في بوله كده، والمفروض انها بتستريح. بالنسبه للشتاء ممكن تاخد نص ساعه 40 دقيقه على حسب ما يطلع معاك العجين، لكن في الصيف مش اكتر من تلت ساعه لان بيبقى الجو حر. طبعا بغطيها وبخليها تبقى دافيه على اساس ما تاخدش مني وقت كتير. نيجي هنا بقى للعجوه. عندي هنا 350 جرام من العجوه دي مفرومه بس مش متشغله. يعني متشغله يعني ايه؟ يعني مش متضاف عليها اي نكهات ولا حتى اي زبده ولا اي شيء. انا هنا هبتدي اضيف عليها كده معلقه صغيره من الزبده ومعلقه صغيره من الكاكاو الخام، وهبتدي اعجن فيها. العجن دوت او اضافه الزبده دي بتخلي العجوه معايا تبقى طريه اكتر، وما تبقاش بعد السوا ناشفه كده وتلاقيها محجره معاكي، ودي طبعا مش احسن حاجه. بعد ما اشتغلتها، يعني بعد ما عجنتها بالشكل ده، بقت طريه وبقت كويسه جدا. المفروض ان العجوه عندي هنا هعملها كور. الكور دي على حسب الحجم اللي انت عاملاه للقرصه نفسها قد ايه. يعني كان حجم العجينه عندي النهارده حوالي 60 او 70 جرام. بالنسبه بقى للعجوه المفروض تبقى عندك النص، يعني تبقى 30 جرام، وده كده حجم كويس بالنسبه للعجوه وللعجينه. يعني الاتنين كده هتلاقيهم متوازنين مع بعض. خلصتها طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونيجي هنا للعجينه بعد ما اختمرت بشكل كويس. العجينه عايزه اقول لك قد ايه حلوه وقد ايه طريه وناعمه، وهتقدري تشتغلي فيها بشكل كويس قوي. هعملها عندي رول كده وابتدي ان انا اقسمها. لو عندك ميزان اشتغلي فيه على اساس يبقوا كلهم قد بعض، وفي الاخر برضه يبقى شكلهم كويس. يعني هيبقى وزن الكوره او وزن القرصه نفسها من 60 ل 70 جرام. ولو ما عندكيش بقى ميزان، هيبقى بعينك كده تقدري توازني ما بين العجوه والعجينه. هنا ببتدي ان انا اقرصهم او اكورهم زي كل مره ما بنقول، على اساس تبقى سهله معايا اقدر اشكلها الشكل اللي انا عايزاه. بخلص الكميه كلها وببتدي ان انا ارصهم عندي في صينيه، بس يستريحوا حوالي دقيقتين مش اكتر من كده. وطبعا بيبقوا متغطيين على اساس الوش بتاعهم ما ينشفش. وكمان لما اجي اشتغل في العجينه ما تلمش مني. دي ميزه ان انا بريح العجين في كل الاحوال او في كل المراحل
المراحل بتاعته علشان اخد كمان نتيجه كويسه. هنا بعد ما اريح العجين ابتديت اجيب واحده واحده كده وابتدي افردها بالسمك اللي انتوا شايفينه، يعني سمك مثلا سنتي او سنتي ونص، واجيب بقى عندي العجوه وابتدي احطها والمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كاني بقرصها بالظبط. الحاجات بقى اللي في المرحله دي اخد بالي منها جدا هي حته التقفيل. لو ما قفلتش كويس اثناء لما اجي افردها بعد كده هتبص تلاقيها العجوه بانت من تحت والعجينه فتحت معايا من تحت، ودي طبعا هتبقى نتيجه احنا مش عايزينها خالص. تاني حاجه لما اجي افرد العجينه نفسها دلوقتي زي ما انتم شايفين ما افردهاش قوي، يعني ما تبقاش عندي اللي هي رقيقه، على اساس برضو تستحمل سمك العجوه او حجم العجوه جواها، وبعد كده لما اجي افردها تاني تبقى برضو مفروده كويس والعجوه عندي ما تبانش. هكمل طبعا الكميه عندي بالشكل دوت، وبرضو هريحها حوالي 5 دقايق على اساس لما اجي افردها برضو تتفرد معايا بشكل كويس ما تلمش معايا العجينه. وطبعا ما ننساش ان احنا في كل المراحل نغطي معانا العجين على اساس ما يسقعش، دي اول حاجه، وكمان الوش بتاعه ما ينشفش. هنا بقى هسيبهم يستريحوا ونغطيهم برضو، وبعد كده نشوف هنعمل فيهم ايه. هنا بعد ما ريحت العجينه معايا ابتديت ان انا اجيبها على الرخامه وانزل بيها كده فرده بسيطه، وبرده احافظ على شكل الدايره قدر الامكان. هي هتبقى برده يعني سهله معاكي وبسيطه ومش هتتعبك على فكره العجينه دي خالص. هنا بقى ببتدي ان انا اقسمها 4 وكل ربع هقسمه 2 زي البيتزا بالظبط، بس كمان يعني مش للاخر، يعني ما اقسمش العجينه من النص خالص، تبقى ماسكه نفسها كده. وكل ربع هبتدي ان انا اجيبه جنب بعضه بالشكل ده. ولو مش باينه العجوه عندك بتقدري ان انت توسعي كده العجينه من النص كده على اساس انها تبان معاكي بشكل كويس جدا. عايزه اقولك انها سهله وما تخافيش من التشكيل، التشكيل مفيش اسهل منه، بس يعني ناخد بالنا منه عشان نقدر نعمله بشكل كويس. بعد ما لميتهم الاربعه كده كل 2 مع بعض اداني الشكل ده، هبتدي ان انا ابططها حاجه بسيطه خالص بالطريقه ديت، يمكن اظبطها بشكل اكتر من كده شويه في قلب الصينيه. وبالنسبه للصواني لو عندك الصواني اللي ما بتلزقش ما تديناش اي حاجه خالص، اما بالنسبه للالومنيوم دهنه بسيطه خالص خالص كده من الزيت وتبتدي ترصي مفيش اي مشكله. حبيت اعمل واحده تانية للناس اللي هي ما تقدرش تشيل العجينه بعد التشكيل، رشي رشه بسيطه خالص من الدقيق. عايزه اقول لك هي سهله وبسيطه، حبيت اعمل دي وحبيت اعمل دي، وعايزه اقول لك في الحالتين بتنجح. ناخد بالنا بقى لما بنيجي نلم الجنبين على بعض كده ما بحاولش ان انا الزقهم ببعض خالص، انا بلمهم بس مش اكتر من كده، وببتدي ان انا اوسع من تحت كده من عند العجوه عشان ابين العجوه وتديني شكل القلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتهيألي سهله وبسيطه ومفيش فيها اي تعقيد خالص. هنبططها تبطيطه بسيطه ونحطها عندنا في الصينيه. هكمل طبعا كل الكميه بالشكل دوت وهرصها عندي في الصواني، وكمان هسيب عندي مسافات كويسه، هسيبهم هنا حوالي تلت ساعه بس يستريحوا. يجي هنا بقى لدهان الوش، عندي صفار بيضه وكمان معلقه كبيره من الخل، هربهم بشكل كويس جدا الاول قبل ما احط اللبن، على اساس لو حطيت المكونات كلها على بعض كده هتبص تلاقي اللبن من الخل هيكتل معاكي، ودي برده نتيجه مش حلوه. بعد ما بربهم بنزل عندي معلقتين من اللبن وابتدي برضو اقلبهم بشكل كويس جدا، ويبقى كده جاهز عندي دهان الوش. وده كده شكل العجين بعد ما عدى عليه حوالي تلت ساعه. والمفروض برضو في الاثناء دي بنكون مغطيين العجينه على اساس العجين عندي ما يسقعش، وبرضو مش هيدينا احسن نتيجه في الفرن، فنخلي برضو بالنا من شويه حاجات كده على اساس برضو ناخد نتيجه كويسه. هنا ببتدي بقى ان انا اديله دهان الوش ده، ادهنه بشكل كويس قوي. في الاثناء دي بكون مشغله عندي الفرن من 10 دقائق على درجه حراره 180. بالنسبه للتسويه بدخل الصينيه عندي على الرف الاوسط، ببقى مشغله من تحت بس مش الشوايه. اول لما بياخد لون كويس من تحت ببتدي اطفي واشغل الشوايه حوالي كده 3 دقائق، وابتدي برضو اضير الصينيه يمين وشمال على اساس كلهم ياخدوا لون موحد. بعد ما دهنتهم بقى كلهم زي ما انتم شايفين ابتديت ارش رشات بسيطه خالص كده من السمسم الابيض، ودي برضو اختياريه اقدر احطها واقدر اشيلها خالص. هنا بقى زي ما انتم شايفين بعد ما طلع عندي من الفرن بجد شكله وريحته وطعمه حلوين جدا، واخدين لون حلو من تحت ومن فوق، والنتيجه بصراحه حلوه جدا. كمان هتبقى برضو يعني مرضيه لناس كتير، وخصوصا للناس اللي اول مره تعمل معجنات،